السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا باشمهندسين المستقبل؟ معاكم ميس حبيبة رضا من قناة بسطهالك في الرياضة. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس الأول جبر. والدرس بتاعنا بيتكلم عن حاصل الضرب الديكارتي. ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ دلوقتي هنعرفه. عايزة كده في البداية أعرفك الفرق ما بين قوس المجموعة والزوج المرتب. بسميه قوس مجموعة. يعني ايه؟ يعني والله يا ميس انا بقول لك انا معايا مجموعة من الاعداد من الاتنين لحد الخمسة. يعني انا معايا في المجموعة دي اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وما بينهم كمان. تمام. فهنا قوس المجموعة بيساوي بعض ازاي؟ مش فاهمة يا ميس. يعني الاتنين والخمسة كأني قلت خمسة واتنين، مش هتفرق. ليه؟ لان انا باخد الاعداد اللي ما بينهم والاعداد دي. يعني هنا اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، وهنا برضو اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، ما فيهاش مشكلة. قال لي زوج، انما شكل القوس بسميه زوج مرتب، ومن اسمه هو بيحب الترتيب، يبقى ما ينفعش ابدل فيه ابدا. ليه؟ لان هنا سين وهنا صاد. لو شقلبت انا كده جبت السين مكان الصاد والصاد مكان السين، فمش هينفع. يبقى انا عندي في الزوج المرتب ما ينفعش الايه ان احنا نبدل، وهو لازم الترتيب. طب تعالى نتاكد كده، زي مثلا ما اجي اقول لك، بيقول لي اطلع سين واحد لحد صاد تلاتة. سين واحد لحد صاد تلاتة، شفت النقطة فين؟ اهي. تمام. انما تعالى هنا نجيب تلاتة لواحد، تلاتة لحد الواحد، اختلفت تماما. ده هنا بقت نقطة وهنا نقطة تانية خالص. هنا الزوج المرتب اللي اسمه واحد وتلاتة، انما هنا الزوج المرتب اللي اسمه تلاتة وواحد. هو ده الفرق، عشان كده ما ينفعش نبدل بينهم. فنيجي مثلا للسؤال اللي هنا، بيقول لي في كل مما يأتي أوجد قيمة الألف والب. إذا كان ألف وب في زوج مرتب بيساوي سالب خمسة وإيه وتسعة. ثواني يا ميس، ألف قالك إيه بيساوي؟ ده هو اداني القوس ده بيساوي القوس ده، أو الزوج المرتب ده بيساوي الزوج المرتب ده. فأنا أقوله في الحالة دي إن المسقط الأول هيساوي المسقط الأول، يبقى الألف بتاعتي بتساوي سالب خمسة. طب والباء بتاعتي هتساوي تسعة. ما هو المسقط التاني هيساوي المسقط التاني. تمام. يعني السين هنا هتساوي السين هنا، الصاد هنا هتساوي الصاد هنا. نفس الفكرة. بيقول لي ألف ناقص الاتنين هساويها بمين؟ الألف ناقص الاتنين هساويها بالاتنين، والب زائد الواحد هساويها بالسالب تلاتة. يبقى الألف هنا هتساوي كام؟ هتخرج سالب اتنين، تخرج من بيتها هتغير إشارتها، يعني هتبقى اتنين زائد الاتنين، هتبقى الألف بتساوي أربعة. وهنا الواحد هيخرج من بيته ويغير إشارته، هيخرج بالسالب واحد، يبقى الب بتساوي سالب تلاتة ناقص الواحد، يبقى الب بتساوي سالب أربعة. تعالى نشوف السؤال ده كمان. بيقول لي ألف ناقص السبعة هساويها بمين؟ بسالب اتنين. يبقى أقول له ألف ناقص السبعة بتساوي سالب اتنين. خلاص بقى احنا هنحل على طول عشان احنا عارفين. يبقى الألف ألف سبعة هتعدي بالموجب، يبقى سالب اتنين زائد السبعة هتديني موجب خمسة. ليه؟ لأن هي كانت بالسالب. تعالى هنا ستة وعشرين بتساوي ب تكعيب ناقص الواحد. ناقص الواحد هيروح الناحية التانية بإيه؟ بموجب واحد، يبقى سبعة وعشرين بتساوي ب تكعيب. في الحالة دي هاخد الإيه؟ الجذر التكعيبي للطرفين. جذر التكعيبي للطرفين، يبقى الجذر التكعيبي هيروح مع الأس التكعيبي، يبقى الب بتساوي الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين هو التلاتة. نيجي لسؤال زي هنساوي برضو بنفس الفكرة، بس هنا ايه؟ في تركاية حلوة كده. هو جاب لي س زائد الصاد، وهنا قالك بتساوي اتنين. يبقى انا عندي في البداية كده هقول له والله ان 32 بتساوي صاد أس خمسة، وسين زائد الصاد هتساوي اتنين. في الحالة دي انا لازم اجيب الصاد الاول عشان اعرف اجيب السين بتاعتي بكام. فاحنا هنقول اهو، يبقى اقول هاخد الجذر
الخماسي للصاد. ايه ده يا ميس، هو في جذر خماسي؟ هياخد الجذر الخماسي لل32 برضك. طب تعالى نشوف الجذر الخماسي للصاد اهو. هدوس شيفت جذر واروح عند ال3 امسحها واحط مكانها 5 وانزل تحت اكتب 32 هيطلع لي 2. تمام، يبقى الصاد الواحدة هتساوي يا ميس كام؟ 2. واروح اعوض في العلاقة هنا، هقول س زائد ال2 بتساوي 2. يبقى الس بتساوي كام؟ هاخد دي واخرجها الناحية التانية هتديني 2 ناقص ال2 يبقى الس بتساوي 0. تعالى نخش في موضوع درسنا النهاردة وهو حاصل الضرب الديكارتي. وهو عبارة عن مجموعة في مجموعة. هو عبارة عن ايه؟ مجموعة في مجموعة، زي ما اجي اقولك س مثلا في صاد. ودي طريقة كتابته، ان انا بقول له ايه؟ س في صاد. انا مش بقول ايه، انا بقول له والله اضرب لي المجموعة س ضرب ديكارتي في المجموعة مين؟ صاد. فهو قال لي يا ميس بردك هيطلع لي قوس مجموعة وهيطلع لي فيه ايه؟ ازواج مرتبة. الالف هيبقى تبع السين والب تبع الصاد. لا انا مش فاهم حاجة، تعالى طبق عشان نفهم. بيقول لي اذا كانت السين ب1 و2 والصاد ب5 و7 و8 هاتيلي يا ميس السين في الصاد. قلتله في الحالة دي انا بعمل قوس كبير حلو جميل كده. تمام، وبعدين هو جاب لك سيرة مين الاول؟ السين. يبقى الحد اللي انا هشتغل بيه هو السين. همسك الواحد واضربه في ال5 وفي ال7 وفي ال8. اضربه ازاي؟ 1 في 5 ب5؟ لا، هقول 1 و5 1 و7 1 و8. نفس الفكرة، الاتنين هاخدها واروح بيها في ال3 ارقام. يبقى 2 و5 2 و7 2 و8. هو دوت حاصل الضرب الديكارتي، او هو دي طريقة الضرب الديكارتي، ان انا بضرب مجموعة في مجموعة فبيظهر لي ازواج مرتبة. في اي مشكلة؟ لا. قال لي يا ميس احنا بنعمل ايه كمان؟ قالك ممكن تمثل س في صاد بطريقتين. عندك المخطط السهمي والمخطط البياني. المخطط السهمي انا هكتب هنا السين وهنا الصاد. هعمل العمودين كده واكتب ارقام السين في السين يبقى 1 و2 وارقام الصاد 5 و7 و8 وهمشي واحدة واحدة. هو الواحد راح لمين؟ الواحد راح لل5 وراح لمين كمان؟ وراح لل7 وراح لمين كمان؟ وراح لل8. زي الفل. طيب والاتنين يا مس؟ قلت له والله الاتنين راح، هقول له الاتنين راحت لل5 والاتنين راحت لل7 والاتنين راحت كمان لل8. نفس الفكرة هنا. هنا بكتب السين على الافقي والصاد على الرأسي، او الحد الاول على الافقي والحد التاني على الرأسي. تعالى معايا هنا، عناصر السين كام؟ 1 و2. طب عناصر الصاد 5 و7 و8. هطلع كده، الواحد راح وقف فين؟ وراح وقف عند ال5 وراح وقف فين؟ عند ال7 وراح وقف فين؟ عند ال8. تعالى يا ميس، طب والاتنين؟ الاتنين راحت وقفت برضك عند ال5 وقفت عند ال7 ووقفت عند ال8. في المثال التاني بيقولي إذا كانت س بتساوي 2 و5 والصاد ب1 و3 و6. بيقولي أوجد صاد في س ومثلها بياني وسهمي. ثواني، هو خدت بالك هو قال لي هاتي مين الأول يا ميس؟ قال لي خلي الصاد هي الحد الأول. يبقى خلى الصاد هي الحد الإيه؟ الأول. طيب يلا، هقول له هعمل قوس مجموعة كبير وهبدأ أعمل فيه أزواج مرتبة. مين عناصر الصاد؟ 1 و3 و5. يبقى أنا هبدأ بمين؟ بالصاد، لأنها هنا هتبقى هي المسقط الأولاني بتاعي. يلا هنا هقول 1 وإيه؟ و2 1 و2 و3 و1 و5 و3 و2 و3
و5 6 و2 6 و5. وبكده انا جبت له صاد في س، وجبت له ان الصاد هي المسقط الاولاني والسين هي المسقط التاني زي ما هو عايز. بعد كده بيقول لي يا ميس اعملي المخطط السهمي. ثواني، احنا هنا بنحط السين وهنا الصاد؟ لا، احنا بنحط السين لو هي واقعه مسقط اول. مين المسقط الاول بتاعك؟ الصاد. يبقى هنا هحط الصاد وهنا هحط السين، يبقى هنا بحط المسقط الاول وهنا بحط المسقط التاني. طب الصاد فيها مين؟ 1 و3 و6، يبقى اكتب له 1 و3 و6. والسين فيها مين؟ 2 و5. وهبدأ اقول له والله ان الواحد راح للاتنين والواحد راح لل5. طب والتلاتة يا ميس؟ التلاتة برضك راحت للاتنين وراحت لل5. طب والستة يا ميس؟ راحت للاتنين وراحت لمين كمان؟ لل5. في اي مشكلة؟ قلت لا. قال لي طب مثلها لي بيانيا. قلت له نفس الفكره. هو انا تحت بحط السين وفوق الصاد؟ لا، انا بحطه على المحور الافقي. الافقي بياخد المسقط الاول. طب والمحور الرأسي؟ الرأسي بياخد المسقط الثاني. طيب فين المسقط الاول؟ هو الصاد. طب والمسقط التاني هو السين. طب الصاد كان كام؟ 1 و3 و6، والسين كانت 2 و5. هبدأ اروح من الواحد للاتنين والواحد لحد ال5، من التلاتة للاتنين ومن التلاتة لحد ال5، ومن الستة للاتنين ومن الستة لحد ال5. بعد كده هناخد مثال 3. بيقول لي اوجد حاصل الضرب ديكارتي السين دالة س تربيع. س تربيع وايه س تربيع ده يا مس؟ هو امتى كان بيظهر لي التربيع؟ لما كنت اضرب س في س، س في س بس تربيع، صاد في صاد بصاد تربيع. طيب س في س بس تربيع. تمام يا مس، يعني معنى ذلك ان هو بيقول لي اضربي لي س المجموعة س في المجموعة س ضرب ايه؟ ديكارتي. يعني انا من السين هاخدها مرتين اهو. يبقى انا اهو عندي مجموعتين، هعمل قوس كبير وهبدأ اشتغل 2 و2، 2 و5، 5 و2، 2 و5. بعد كده 5 و2، 5 و5. قال لي طيب يا مس اعملها لي بالمخطط السهمي. قلت له حط مين الاول؟ قال لي ما هو كده كده دي س ودي س، يبقى انا هكتب هنا س وهنا س. فيها كام؟ فيها 2 و5 وهنا 2 و5. هبدأ اروح للاتنين مرة، الخمسة مرة، والخمسة هتروح للاتنين مرة والخمسة مرة. قال لي المخطط السهمي في دالة س تربيع او في الدالة اللي انا بضربها في نفسها بعمله بطريقتين. ادي طريقة ودي طريقة. الطريقة التانية ازاي؟ قال لي اكتبي عناصر السين. فانا عناصر السين عندي كام؟ 2 وايه و5. وابدأي امشي يا مس. هي الاتنين اول مرة راحت لمين؟ قال لي راحت الاتنين، يبقى خليها تروح لنفسها كده. طب تاني مرة راحت لمين يا مس؟ تاني مرة هي راحت لل5 اهو، اعمل سهم كده. طيب ال5 يا مس راحت لمين اول مرة؟ راحت لل5 اهو، واعمل السهم كده. طب ال5 تاني مرة راحت لمين يا مس؟ راحت للاتنين. وهو ده الشكل بتاعي. طيب قال لي اعملها لي بمخطط بياني. عادي، هكتب السين مسقط اول وسين مسقط تاني. هي السين فيها 2 و5 والسين فيها 2 و5. الاتنين هتطلع للاتنين والاتنين هتطلع لحد ال5، الخمسة هتطلع للاتنين والخمسة هتطلع لحد ال5.
تعالى ناخد مثال تاني. بيقولي إذا كانت السين 2 و5 والصاد 1 و3 و6، أوجد من صاد في سين ومثلها بطريقتين. أولا هو قال لي مين صاد في سين، يبقى أنا هعمل قوس مجموع كبير وهبدأ أكتب فيه. هو عايز مين الحد الأولاني الصاد، يبقى أنا هاخد عناصر الصاد وهضربها في عناصر السين. يعني الواحد هيتضرب في الاتنين وفي الايه في الخمسة. يبقى أقول مرة 1 و5 1 و2، ومرة 1 و5. طب والتلاتة نفس الكلام، هيبقى 3 و2 و3 و5. طب والستة هتبقى 6 و2 و6 و5. في أي مشكلة؟ اللي كاتبهولي الأول هو اللي أنا ببدأ بيه. ماشي. المخطط السهمي قلت له هرسم عادي اهو، برسم عمودين واكتب له دي س ودي صاد. السين عناصرها ايه؟ الاتنين والخمسة. طب والصاد عناصرها ايه؟ 1 و3 و6. قلت له ماشي. قال لي الواحد هيروح للاتنين والواحد هيروح للخمسة. طيب يا مس، والتلاتة هتروح للاتنين والتلاتة هتروح للخمسة. تمام. والستة هتروح للاتنين والستة هتروح للخمسة. في أي مشكلة؟ قلت له لأ. قال لي طب والمخطط البياني؟ قلت له نفس الفكرة، برسمه عن طريق عمود أفقي وعمود رأسي. طولة سنة كده. تمام. العمود الأفقي هكتب في السين وفوق الصاد. السين بتاعتك كام؟ السين بتاعتك 2 و5. طب والصاد بتاعتك 1 و3 و6. يبقى يلا، هو الواحد هيروح مرة للاتنين ومرة للخمسة. التلاتة هتروح مرة فين؟ مرة للاتنين ومرة للخمسة. والستة هتروح مرة للاتنين ومرة للخمسة. تعالى للمثال التالت. بيقول لي اوجد حاصل الضرب الديكارتي لسين ايه تربيع. هي ايه سين تربيع دي يا مس؟ هو انت امتى بتشوف سين تربيع؟ لما باجي اضرب سين في ايه؟ في سين. سين في سين بسين تربيع. لما اجي اضرب صاد في صاد بصاد تربيع. طيب تمام. سين تربيع بيقول لي سين بتساوي 2 و5 واقوم بتمثيلها سهمي وبياني. ثواني يا مس، معنى ذلك ان السين فيها كام؟ 2 و5. يعني انا هضرب 2 و5 في 2 و5 بالظبط. طب هيطلع لي ايه يا ميس؟ قلت له اهو، وهنقول له 2 و2 و2 و5. بعد كده 5 و2 5 و5. قالك في المخطط السهمي هكتب هنا السين وهنا السين برضك، وهكتب 2 و5 و2 و5. الاتنين هتروح مرة للاتنين وهتروح مرة للخمسة، والخمسة هتروح مرة للاتنين وهتروح مرة للخمسة. نفس الفكرة. قالك في المخطط السهمي هنا طالما ذكر لك س تربيع صاد تربيع عين تربيع اي رمز تربيع او اي مجموعة عايزة اضربها في نفسها، عندي طريقتين للمخطط السهمي. ادي 1 ادي ايه 2. ان انا هكتب الارقام بتاعتي نقطة كده واكتب 2 ونقطة كده واكتب ايه 5، وهمسك قلم وابص هي الاتنين راحت لايه؟ راحت لنفسها يا ميس. يجي يقول لي عدد عناصر حاصل الضرب دي. يعني ايه عدد عناصر؟ عدد عناصر برمز له بحرف النون الاول، النون كده او النون كده مش تفرق، برمز له بحرف الايه بالنون. اقول لك قول لي اعداد، بقول له هنا قول لي عدد العناصر اللي جوه المجموعه دي. بمعنى لو جيت قلت لك هات لي هو مديني س 3 و5، الصاد 2 و9 و4 و5، والعين 3 4 1. تمام. قال لي اوجدي لي يا ميس نون السين.
هقول له نون السين، والله عدد عناصر السين هنا كام عنصر؟ 2. طب نون الصاد ادي 1 2 3 4 يبقى 4. طب نون العين 3. قال لي طب انا عايز نون السين في الصاد. سهلة، نون السين في الصاد، هي السين كام؟ 2 والصاد 4، يبقى نون 2 في 4 تديك كام؟ 8. طيب عايز يا مس نون صاد في عين، يبقى نون 3 في 4 هيديك كام؟ 12، يعني هيتكون لك 12 عنصر. تمام. نون العين في السين، نون العين في السين، العين 3 في 2 هيطلع معاك ب6. طب نون السين تربيع، نون السين تربيع يبقى حط 2 أس 2 هتديك كام؟ 4. نون السين في فاي، ثواني هي الفاي دي مجموعة ايه؟ خالية، مجموعة خالية، يبقى نون السين في الفاي بايه؟ بصفر. لا ثواني يا مس ازاي صفر؟ انا طالبة منك نون عدد، انا عايزة منك عدد، انما لو قال لي سين في فاي هقول له فاي، هيديني مجموعة خالية. تمام. عايزين نفتكر مع بعض ال3 اشكال دول. اللي عاملة زي ال7 بنسميها اتحاد، ودي بتاخد كله. انما اللي عاملة زي ال8 بسميها تقاطع، ودي بتاخد المشترك. انما اللي عاملة زي علامة الناقص دي بسميها فرق، ودي بنسميها هي بتغذ التانية بايه، يعني ايه اللي موجود هنا مش موجود هنا. تعالى نبص مع بعض. بيقول لي السين بتساوي 3 و5 و9، الصاد 2 4 5 6، عين 3 4 6 9. اوجد سين اتحاد الصاد. سين اتحاد الصاد يعني بيقول لك اكتب كل الارقام الموجودة في السين وفي الصاد. هي السين فيها كام؟ 3 و5 و9. طب والصاد فيها 2 و4 و5. طب ما انا ال5 كاتباها خلاص، و6. في اي مشكلة؟ لا. قال لي طب هاتيلي يا مس سين تقاطع العين، بيتقاطعوا فين؟ السين بتتقاطع، الصاد بتتقاطع فين؟ اوجد صاد تقاطع العين. هي الصاد بتتقاطع هي والعين فين؟ ايه المشترك اللي بينهم؟ المشترك ما بين الصاد والعين، هقوله المشترك ما بين الصاد والعين ايه؟ ال4 وال6. ال4 وال6 هم دول المشتركين بس. هيجي في اخر سؤال بيقول لي سين فرق العين. السين بتغذي العين بايه؟ السين ايه اللي عندها مش موجود عند العين؟ والله السين عندها 3 و5 و9. طب العين معاها 3 و9 ناقصها مين؟ ال5، يبقى السين بتغيظ العين بال5. طب العين فرق الصاد، العين بتغيظ الصاد بايه؟ اللي موجود في العين مش موجود في الصاد. والله يا ميس اللي موجود في العين ال3 وكمان وال9. 4 و6 موجودين في الصاد، يبقى العين بتغيظ الصاد ب3 و9. وبكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا، اتمنى اكون فدتكم. وبكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا وان شاء الله تكونوا فهمتوه. هنزل الحصة الجاية ان شاء الله تمارين على حصر الضرب الديكارتي. صور الورق ان شاء الله هينزل على التليجرام. ما تنسوش اللايك والمتابعة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الدروس الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله.